السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني اخواتي في قناتكم يوميات فلاح. اليوم ان شاء الله غنوري لكم طريقة سهلة جدا في زراعة الفلفلة الحارة. وكيف كتشاهدوا انايا كنت سبق ليا كليت واحد الفلفلة حارة بزاف، وقلت علاش ما نستافدش منها ونزرعها ونستكتر منها. بالفعل داكشي اللي قمت به، كنت خديت الزريعة وزرعتها في تربة في واحد البلاستيك، وكنت كنقوم بالسقاية ديالها اليوم على يوم حتى كبرات. ومنين بدا يكبر الجدل ديالها نقلتها لإناء آخر، كيف كتشاهدوا من إناء صغير ديال الاستنبات حتى الإناء أكبر منه. وهنا نفس العملية كنعاودوها، لأن الجدل منين كيبدا يكبر وما كيلقاش المساحة خصنا ضروري نحولوه لمكان أكبر منه باش يقدر هاد الجدل ينتشر أحسن والنبتة تكبر مزيان. وبالنسبة للوقت اللي استغرق منذ زراعة هاد الحبة ديال الفلفلة الحارة حتى المرحلة النهائية وهي زرعها في الأرض المستدامة كيف كتشوفوا، فهو طلب تقريبا 4 أشهر. والميزة اللي كاينة في الفلفلة الحارة أنها مع طول المدة كتولي شجرة كبيرة بزاف، وممكن أنها توصل حتى ل1.5 متر ديال العلو بالنسبة لهذا النوع اللي زارع. وهاد الطريقة هادي فهي طريقة سهلة بزاف ما كتحتاج مجهود كبير وبسيطة جدا. وإلى هنا نشرف على نهاية هذا الفيديو، نتمنى أنه يكون عجبكم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله.